السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم حنان الحديدي الفرششاء العرايس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. هاخدكم بقى كده معايا النهاردة في شقة عروستنا بعد ما خلصت فرش. بسم الله ما شاء الله. أول ما بندخل كده من باب الشقة كده عندنا الصالة فيها الأنتريه، وهنا كده ورا الستارة ده جزء تاني من الشقة، يعتبر ده جزء وده جزء. هوريكم جزء من الشقة. زي ما أنتم شايفين ما شاء الله الأنتريه متناسق كده مع بعضه. واختيار السجاد مع الأنتريه كان ممتاز جدًا. الاختيارات دي كانت كلها ممتازة والألوان متناسقة جدًا، زي ما أنتم شايفين كده السجادة ماشية مع الكراسي بتاع الأنتريه، وكانت عاطية شكل جميل جدًا في الصالة. هنا بقى كده معانا الصالون ما شاء الله أكبر برضك. الحاجة كلها متناسقة مع بعضها، يعني أنا باحب العروسة اللي هي تختار لون تمشي على درجاته كده، تختار كل حاجة في الشقة بدرجات معينة بتبقى متناسقة والشقة هادية وجميلة. هنا ده باب كده للصالون جنب باب الشقة برّه علشان الضيوف. فأنا سايباكم كده بجد قولوا رأيكم إيه في نظام الشقة بجد، وكمان الاختيار. العروسة والعريس كان اختيارهم ممتاز جدًا، وكانت برضك الحاجة زي ما أنتم شايفين كده منسّقة. عايزة أقول لكم إن الورد اللي كان كده في القماش بتاع الصالون ده كان يعتبر handmade، اللي هي الرسومات دي بجد شكلها جميل جدًا، جدًا. هنا بقى خلاص كده هنطلع من الصالون، هنبدأ بقى كده نرجع تاني، هاطلّعكم بقى دلوقتي في الجزء ده على غرفة الأطفال، وكمان غرفة النوم الكبيرة. ده كده الجزء الأولاني. الباب اللي في الوش ده غرفة الأطفال، وهنا ورا الستارة دي الغرفة النوم الكبيرة. بسم الله ما شاء الله برضك يعتبر معزولة عن الشقة، لإن هنا ورا الستارة دي طرقة بتوصّلنا لغرفة النوم الكبيرة. آآ كده زي ما أنتم شايفين بجد ما شاء الله. كان كل تفصيلة في الشقة هادية بسيطة وممتازة، وزي ما قلت لكم بتفرق جدا جدا لما يكون اختيار العريس والعروسة في لون معين بدرجاته. بجد بيفرق جدا، بيخلي شكل الشقة كده جميل وهادي، ويبقى فيه راحة نفسية جامدة. هنا برضو دي السراحة ما شاء الله كانت هادية كده. لما تلاقي حاجاتها في الدور جد اللي هو الأولاني ده بجد منظّم، كان معمول كده مربعات كده، متقسّم مربعات. أنا نسيت أصوّره لكم، بجد كان شكله جميل جدًا. هنا بقى السرير يا دوبك حطيت لها عليه البوكيه الورد بتاعها ده، وعملت ستان كده خفيف على الخداديات. فكان شكل الأوضة هادي وبسيط زي ما أنتم شايفين. هنا بقى الدولاب برضك حاطة الضلفة الأولى دي كده سيبناها للعريس فاضية، يحط فيها حاجته. والضلفة اللي في النص لما تلاقي فيها كل اللبس البيتي، وكان لسه في حاجات هي هتجيبها. وكمان حطينا لها من فوق كده بطانية، والفرش اللي هو بتاع السرير الكبير اللي هي هتستخدمه. والضلفة الأخيرة طبعا انتوا عارفين ان هو بيبقى دي اللانجيري، فما بنصورهاش. هتقولوا بقى فين اللبس الخروج، فين اللبس الشتوي، هوريه لكم واحنا مع بعض كده في الشقة واحدة واحدة. هاطفي لكم بقى النور كده دلوقتي وتشوفوا الإضاءة بجد ما شاء الله. وكمان السراحة لها نور، بس ما أنا كنت نسيت أسرجه. فبجد ما شاء الله شكلها جميل جدا. هنا بقى كده طلعنا بقى كده هندخل دلوقتي على غرفة الأطفال. هنا كده عايز بقى أقول لكم واحنا بنتفرج كده على غرفة الأطفال. بالنسبة لفرش المفارش دي ما كانش داخل مزاج خالص، وما كنتش عايزة أعمله كده، بس اضطريت أعمله كده. أنا ما باحبش أرفع المفرش على المخدة، بس رفعناه ليه؟ ممكن ناس كتير منكم تعرف السبب. إن المفارش التركي دي بييجي معاها كسوة للخداديات، بس ما بيجيش للمخدة، لأن ده نظام تركي. التراكوة كلهم ما عندهمش المخدة الطويلة دي. فبطلب من أي عروسة هتحجز معايا أو أي عروسة هتفرش بعد كده، مش شرط تحجز معايا، إن هي لما تجيب الطقم ده تفتحه إن ما لقيتش فيه كسوة مخدة من الطويلة دي تعملها. بتروح لأي حد من بتاع القماش تقول له أنا عايزة مثلا كسوة مخدة للسرير الصغير للسرير الكبير، زي ما هتلاقي اللي ناقص عندها تعمله من نفس اللون. لأن احنا جينا في مفروشات الأطفال بتاعتها ما لقيناش نفس درجة لون المفرش عشان نحطها، فما رضناش نفرش
خُد مخدة لون تاني هتخلّي شكله برضُك مش كويس، فاضطريت إن أنا أرفعهم كده، هُم قالوا هيعملوا مخدات وهيحطوها عليهم. وزي ما أنتم شايفين كده بقى هنا ده الفرش اللي هو بتاع السراير، بجد ما شاء الله الدولاب كان منسق والألوان ماشية مع بعضها كده. هاستنى بقى منكم رأيكم في التعليقات وتقولوا لي إيه رأيكم في الفرش ونظام الدولاب بجد. كان سهل جدًا وما خدش مننا وقت خالص، وكانت حاجتها ما شاء الله سهلة وبسيطة، وتحسّها كده إن هي بتخلص كده في وقت بسيط، وكانت سلسة معانا. هنا بقى خلاص خلّصنا الأوضة، هنطلع بقى كده على الجزء التاني اللي قُلت لكم عليه. هنا في الصالة معانا السفرة والنيش والبار، كانوا في الصالة كده ما شاء الله. برضُك أنا عايزة أقول لكم على حاجة، إن أنا مفرشة الشقة دي فرشاها كاملة ما عدا المطبخ. المطبخ يا دوبك بس ضبّطت الرخامة وعدّلت فيه حاجات بسيطة، لإن ما شاء الله كانوا هُم بدأوا فرش أصلًا وبعد كده كلموني، فكانت أختها ومرات عمامها وكده عملوا المطبخ، أنا بقى جيت كمّلت بقية الشقة معاهم. بجد ما شاء الله ربنا يبارك لهم يا رب ويفرّحهم. تعبوا معايا جامد في الشقة. زي ما أنتم شايفين كده النيش ما شاء الله كانت حاجته كلّها منسّقة كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وكمان حطّيت لها بقية الطقم اللي هو الصيني والأكروبال في البار. زي ما أنتم شايفين البار كان شيك كده، وحطّيت لها عليه كمان الحاجات بتاعة كَتْب الكتاب دي. كانت مخلية شكله جميل كده، وكانت حاجاتها كده ما شاء الله الله أكبر كلها متناسقة مع بعضها. هنا كده برضو زي ما قلت لكم بقية الطقم الصيني، حطيت معاه بقى بقية طقم الأوروبا اللي هو الأطباق بس والحلة اللي هي الكبيرة دي علشان يبقى الشكل متناسق مع بعضه. وهنا في الجنب ده حاطين طقم اللي هو البراد والفناجين كده علشان يبقى الشكل كويس. هنا بقى دي غرفة النوم التالتة، ما شاء الله فيها سرير كده وكومود، وكمان الدولاب ده بقى اللي انا لمّيت لها فيه اللبس بتاعها الصيفي الخروج والشتوي، بحيث ان هي مش هتقعد تنقل بقى في الشتا وفي الصيف وتبدل ده مكان ده، لأ هيبقى كل حاجة في مكانها وتستخدمها وهي في مكانها. هنا بقى كده من فوق لمّيت لها المفروشات اللي هي كانت باقية زيادة، وكمان الفوط دي حطيتها لها هنا لأن الحمام في الجزء ده فقُلت تبقى قريبة منه. هنا ده بقى الفرش دي هنا اللبس الصيفي، وكمان في الجزء التاني حطيت لها زي ما هتشوفوا كده ده اللبس الشتوي، وسِبت الرف اللي فوق ده فاضي للعريس، وهنا ده اللبس الخروج بتاعها الشتوي. بسم الله ما شاء الله الأوضة كانت جميلة كده وهادية، وعملت لها الحاجات البسيطة دي اللي على السرير ده ادّت للأوضة بهجة جميلة جدًا، جدًا. خلاص بقى كده خلّصنا من الأوضة اللي هي التالتة دي، وهنبدأ بقى كده نطلع تاني ونخش على المطبخ. أنا حبيت أصور لكم المطبخ مع إنه مش فرشي، بس عشان أوريكم إن هما بسم الله ما شاء الله تعبوا فيه جامد. أيوه في حاجات كانت عايزة تتعدل كتير، بس إحنا طبعًا ما كانش قدامنا وقت. بس هم بس هم ما شاء الله كانوا ضابطينه وكانوا عاملين حاجات كتير جميلة، فحبيت أسيبها زي ما هي وأوريها لكم. هنا بقى كده في وسط ده السلم ده هيطلع في البلكونة. والسجادة كانت لسه هتتفرش في المطبخ اللي تحت الترابيزة دي. آآ هنا بقى ده النيش اللي كانت عاملاه أخت العروسة ومراتات عمامها زي ما قُلت لكم. بسم الله ما شاء الله كان يعني الترصيص ما شاء الله هادي وجميل. أنا طبعًا بارصّص بنظام غير ده، بس برضُك هُم ما شاء الله كانوا منظمين. هنا برضُك دي ضلفة الأدوات الكهربائية ضبّطت فيها حاجات بس، لكن المطبخ كلّه ده فرشهم هُم، بسم الله ما شاء الله تعبوا فيه جامد بجد، وأنتم عارفين فرش المطبخ بياخد وقت وبياخد مجهود. آمم، أنا بقى بتختلف معايا إن أنا بالِم، يعني في حاجات محطوطة في دُلَف ما بتتحطش مع بعضها، فباضبّط كل حاجة في ضلفتها وفي مكانها. بس هُم ما شاء الله على قد ما قدروا كانوا مضبّطين الدنيا بالشكل ده. أنا كل اللي عملته إن أنا ضبّطت الرخامة، عملت corner كده للصواني والكاتل والمجّات والحاجات اللي هي تبع الشاي والقهوة وكده. والجنب التاني اللي هو جنب البوتاجاز ده لمّت لها ال الحاجات اللي هي بتاعة توزيع والسكاكين والحاجات دي جنب البوتاجاز. وكده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو. لو وصلتوا لحد كده ما تنسوش تقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات وتعملوا لايك واشتراك.